نص الليل. بابا لسه ما جاش يا ماما؟ لا يا حبيبي لسه ما جاش، لازم عنده شوية شغل أخروه، زمانه جاي يا ابني. وبعدين بقى؟ مالك بس يا رأفت يا حبيبي؟ مالي ايه بس يا ماما؟ الحاجات دي اللي طلبها المدرسة مش هقدر اروح بكرة من غيرها ابدا. هقول لهم ايه بس؟ نمت قبل بابا ما يرجع البيت والصبح ما قدرتش اصحيه. كل حاجة تتدبر من هنا للصبح يا ابني، وحاجاتي انا كمان. الصباح رباح يا رجاء. امرك يا ماما. ده بابا جه يا ماما. سامعة يا حبيبتي، خشي اوضتك انتي واخوكي واقفليها عليكم، كملوا مذاكرتكم. ما تنسيش اللي قلتلك عليه. وانا كمان يا ماما. اطمن يا حبيبي انت وهي. ايوه يلا على اوضتك انت وهي، قوام واقفلوا عليكم. حاضر يلا. حاضر جايه اهو. اتفضل. هتفضل بعد ايه؟ ساعة؟ متأسفة يا فندم. وخدت ايه من اسفك غير لطايتي على الباب؟ الدنيا ليل يا محمود، مفيش داعي الناس تسمع صوتك دلوقتي. وهي الناس لسه ما سمعتش؟ ده انا قعدت اخبط لما صحيت الاموات مش الجيران يا ست حسن هانم. طيب اتفضل ادخل قبلها. اتفضل قوي، وانا باخد منك ايه غير العملة المزيفة دي؟ اتفضل وتسمح ومتأسفة. معلش ادخل بقى. واقفة في وشي كده ليه؟ عشان اقفل الباب يا محمود. يا سلام على النظام والرسميات. وادي الباب يا ست اهو، انجري من قدامي بقى. ارجوك يا محمود بلاش زعيق دلوقتي، خصوصا الاولاد لسه صاحيين. صاحيين؟ ايوه صاحيين. اظن مسهراهم جنبك عشان يشوفوا ابوهم وهو راجع متاخر. دي مسائل انا ما احبش الاولاد لا يعرفوا عنها شيء ولا ياخدوا عنها اي فكره. امال صاحيين ليه لحد دلوقتي؟ دي فتره امتحانات وبيذاكروا يا محمود. بيذاكروا لحد دلوقتي؟ حاجه عال. ايه بيحضروا للدكتوراه يا ست هانم؟ يا محمود بس بلاش كلام، لما اشوف ايه اللي مسهرهم لغايه دلوقتي. بابا تقدروا تفهموني ايه اللي مسهركم لحد دلوقتي انتوا الاثنين؟ سكتوا يعني. هيقولوا ايه يا محمود؟ الاولاد بتذاكر علشان عندهم امتحان فتره، وعندي بكرة عربي وحساب، وانا طبيعة وتربية. طبيعه وحساب وتربيه طبعا، نور ومكتب وعز، ما يسهروش ليه؟ صحيح ما يسهروش ليه؟ هو انا اقدر اقول حاجه يا احسن هانم؟ انت بس تؤمري واولادك يسهروا وانا ادفع وانا ساكت. امال نغنغه يا فندم ابوهم نفسه ما شافهاش. انت هتجيب دلوقتي الزمان. الله يرحم زمان يا ست هانم، كنت بذاكر على لمبه جاز نمره 5 وكان مكتبي طبليه الاكل وما كنتش اقدر اسهر لبعد العشاء وعمري ما سقطت. يا بابا اخلص. مش تسمع الولد بده يقول ايه يا محمود؟ ما شاء الله. قول يا سيدي، اتكلم انطق. ده كلام لطيف خالص. اسمع ما اقول لك، لغه الدموع دي انا ما فهمهاش ابدا. ادي الولد فرصه يا محمود علشان يتكلم. اكتر من كده؟ بدون شك اكتر من كده وارق من كده كمان. ده ابنك وبكره هيكون راجل ولازم تربيه على الشجاعه. عظيم يا احسن هانم، افتحي معايا محضر تحقيق واحشري نفسك في كل شيء في البيت حتى في كلامي مع اولادي. ما تفتكريش ولا تتصوري، وفري كلامي يا محمود. انا قلت مش عايز كلام. يلا يا ولد انت اختك، اطفي النور وقوم نام. والامتحان يا بابا امتحان. اروح المدرسه ازاي بكره من غير ما اكون مراجعه دروسي كويس زي البنات؟ اللي كان عايز يذاكر ويحفظ كان ذاكر وحفظ من بدري. اذا كنتوا انتوا لسه طلبه في اعدادي بتسهروا لسه لحد دلوقتي، اما لما تروحوا ثانوي تعملوا ايه؟ لكن قلت بلاش كلام. ده عقاب ليك انت واختك علشان تتعودوا تشوفوا شغلكم من بدري قبل ما يجي الليل. اطفي النور والمذاكرة. معلش يا رأفت. هو احنا عملنا ايه يا رجاء؟ مفيش حاجة أبدا. امال بابا بيعمل فينا كده ليه؟ معلش ده بابا يا عبيط. ومش عايزانا اعيط كمان. ده انا لازم اعيط يا رجاء. كفاية عيط يا رأفت، ووطي صوتك احسن بابا يسمعك وتبقى ليلة. بابا مش سامع صوتي ابدا يا رجاء. ما تقولش كده. بابا لو كان سامع صوتي صحيح ما كانش يخليني اعيط بالشكل ده ابدا. كان سألني مالك يا رأفت عشان اقول له انا عايز ايه. هي ماما مخلياك عايز حاجة يا رأفت؟ ابدا، دي حتى طلباتك انت خصوصا عندها اهم من كل شيء. ما قلتش حاجة في كده ابدا. امال عايز تقول لي بابا ايه؟ حاجات كتير يا رجاء، حاجات بشوفها وانا متألم وساكت، حاجات بحس انها نقصانة وشايف كل زينا متمتعين بيها، حاجات انتي نفسك عارفاها زي ما انا عارفها تمام وشعره بيها زي انا واكتر، وساكتة انت كمان. طيب اسكت يا رأفت اسكت. بالدرجة
لحد امتى هيفضل كده؟ وانا وانتي تقدري تقولي لي ذنبنا ايه؟ بابا أصل بابا ناسي حاجات كتير بكل اسف يا رجاء. نفسي افكر بوجودي ووجودك، بالبيت اللي لازم يكون هادي وسعيد عشان نقدر نعيش، انما ما بيدينيش اي فرصة. عصبي ازيد من اللازم. تقدري تقولي لي بكره هروح المدرسة ازاي؟ وأنا كمان محتارة ومش عارفة أعمل إيه. انا هكلمه، ضروري اكلمه. مش عايز كلام خالص. ازاي يا محمود؟ عشان انا قلت كده. لكن انا شريكتك. انا سيد البيت ولا يمكن اسمح بوجود شريك ليا فيه ابدا. تفتكر اني انا اقدر بالوضع ده افرض نفسي على الموجودين في البيت؟ بلاش الخدامة، على اولادي مثلا. ومين قالك تفرضي نفسك؟ وجودي يا محمود وصفتي كزوجة وام ومسؤولة عن بيت بيضم عيلة لها كيانها في المجتمع. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه التعبيرات اللطيفة دي؟ من امتى الستات بقى لها الصفة دي يا احسان هانم؟ اظنك مش محتاج تعرف ان التطور الاجتماعي بيحملني نفس المسؤولية اللي عليك وبيوزعها علينا بالتساوي. اعتقد انك ما ترضاش تجردني من شخصيتي وتمحي وجودي من البيت. انا كده بالنسبة لنفسك وفي حدودك انت، انما مش بالنسبة لغيرك ابدا. اذا كنت انت كده انا مش كده، والوضع ده انا ما اقبلوش ابدا. ان سهرت ما اسالكش، ان غبت ما اسالكش. قصدك يعني تفرضي ارادتك عليا؟ ارجوك بلاش زعيق. هتحجري على حريتي؟ بدك امشي حسب اوامرك؟ انت فاكراني ايه؟ عيب الاولاد يسمعوك كل ساعة بتزعق وبتتخانق. اولاد انت هتكسري رقبتي بالاولاد ولا ايه؟ بالعكس، انا بحاول اصلحك عن طريقهم. انت فاهمه بتقولي ايه؟ فاهمة كويس جدا. فاهمه ان كلامك ده معناه انك بتحاربيني باولادي؟ انا لا يمكن اسمح لك ابدا انك تخلي ولادك هم السلاح اللي توجهيه لصدر ابوهم. انت غلطان، ده مش قصدي ابدا. انا نفسي اخليك تعرف قيمة البيت. هو ده بقى بيت يا شيخه؟ في نظرك انت بس ما بقاش بيت. فعلا ما بقاش بيت خالص، ده ميدان حرب. ميدان حرب. انا شايفة فعلا ان البيت ده بالنسبة ليا ميدان حرب ما بتنتهيش ابدا. ميدان حرب